صاحبتي كده كانت عازمانه على اكله سمك وقالت اعملوا حسابكم بكره هتيجوا تتغدوا معانا. هجيب لكم ايه سمك بوري كده وهجيب لكم سمك بلطي ونظبط الدنيا كلها. قلت لها بس كده ماشي. انا بقى هعمل لك شويه سلطه حمص الشام بس هتاكلي صوابعك وراهم. جبت حمص الشام، كنت جايبه ربع كيلو، ده كده نصه يعني تقريبا التمن، وبليته من بالليل للصبح وبعد كده حطيته بقى كده في ميه بتغلي وهسيبه كده لحد ما يستوي. هجيب بقى الخلاط بتاعي احط فيه حمص الشام وهحط عصير ليمونتين وطبعا فلفل وملح وهريسة شطة وكمان شوية كده من يعني زيت كده مش كتير، معلقتين زيت ومعلقتين كده كبار من الطحينة. وهنا اساس الوصفة ان احنا نحط مكعبات من التلج، بس انا ما كانش عندي تلج فهحط ميه ساقعه. ده اللي بيديها اللون الابيض قوي. يعني لو عندك تلج ممكن تحطي تلج. الوصفه دي يا جماعه ما بنحط لهاش كمون لان الكمون بيغير طعمها. بعد كده خلاص انا ضربتها في الخلاط بقت بالشكل الكريمي ده. طبعا برضو السمك بتاعها انت بتتحكمي فيه. انا بحبها سميكه شويه علشان يعني انا بحبها كده. كمان كده بتبقى بص بتملى اللقمه كده، حاجه تملى العين يعني. بعد كده الجرنتش بتاعك بقى تبداي تزينيها زي ما انت عاوزه. عايزه اقول لكم بقى ان العيال اقسم بالله كانوا بياكلوها بالمعلقه، يعني سابوا السمك وبقوا يغمسوها بالمعلقه وطعمها كان حلو جدا. وطبعا انتوا عارفين الفوائد بتاعت حمص الشام، فيا ريت بقى الناس اللي تجربها تقول لي رايها فيها. دي مشتريها على فكره من المحلات غاليه جدا، يعني لما نكون في محل اسماك او اي حاجه وبنطلبها الطبق ده ما بيقلش عن 40 جنيه. احنا عملناه ما كلفناش بتاع 10 جنيه حتى، ما كملش. هو ربع كيلو حمص الشام عامل 15 جنيه، يعني بشوية الحاجات تقريبا 10 جنيه. طبق محترم جدا والطبق كبير وعجب الكل، وبصراحة الكل أجمع عليه. أتمنى بقى أن انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات.